أهلا بيكم. عند الغضب لا قدر الله تركيب الهرموني للإنسان بيختلف، هرمونات السعادة تقل، هرمون الغضب ومعدله في الدم يزيد، الدوبامين والأدرينالين وكم كبير من النواقل العصبية تواجدها بيختلف، وبالتالي تبدأ كمية الدم تسحب من الجسد تمر بسرعة في الأوعية الدموية. نلاحظ احمرار الوجه، الشرايين بتاعتنا تبقى قطرها أوسع، بنعبر عن الغضب بتاعنا بحركة أعلى وبصوت أعلى، وكل ده بيخلق أجسام حرة زيادة بتجعلنا عرضة لأمراض كتير جدا. وعشان نهدى من الوضع ده ما بيكونش ده بسهولة، عشان نرجع معدل الهرمونات لوضعها الطبيعي ده شيء مش سهل. لكن هنقول دلوقتي أهم الخطوات الطبيعية اللي ممكن ترجعنا لهدوءنا وتقلل أضرار الأجسام الحرة وتخرجنا بسرعة من مود الأمراض اللي ممكن تترتب على الغضب السريع لينا. احنا كلنا بشر بنغضب بسهولة، وأحيانا بنمسك أنفسنا عن إظهار غضبنا، لكن بنكون من جوه غضبانين جدا وأعضائنا الداخلية وظائفها بتقل، وكتم الغضب أحيانا بيبقى ممرض ومميت كمان. الحقيقة ان شرب المية والاغتسال بيه في وقت الغضب مفيش اروع من كده. بسرعة احاول اتوضى واحاول ان انا اشرب قدر من المية هيزول تدريجيا اعراض الغضب اللي احنا بنمر بيه. مهم جدا بعض المشروبات اللي نحافظ عليها بعد الغضب، شرب الليمون، وقبليه كمان شرب العسل، شراب العسل، مية فيها عسل رائع جدا وصحي جدا وبيقضي على كتير من الأجسام الحرة الضارة. وشرب الليمونادة، الليمون فيه عناصر كتير مهدئة وفيتامينز عالي، خاصة فيتامين سي اللي بيقوي مناعتنا ضد الأمراض. المهم ان خلال اليوم ده كمان ان انا احاول اجد مصدر ثقة اتكلم معاه افضفض معاه، ابقى مرتاح قوي لما اخرج كمية او شحنة الغضب اللي جوايا في حواري مع حد، يعني مصدر راحة وثقة. بعد كده المفترض ان انا ابدأ انمي يعني اغذية هرمونات السعادة اللي موجودة عادة في تناول بعض المكسرات او الفاكهة والخضروات الطازجة او الاكلات البحرية، او اكلة انا بحبها. قدر الامكان المحيطين بالغضبان ده يحاولوا يسعدوه فيما يتناوله من اغذية. المهم ان انا ما نمشي كمان وانا زعلان، خطر جدا النوم وانا غضبان لان ده بيفاقم الوضع ويفاقم الضرر. عايز اقول لحضرتك ان دايما بساطة الامور بيترتب عليها صحة العقول. يعني انا مش هقدر اخلي الكون كله زيي، ولا هقدر اظبط الدنيا على مزاجي. بالعكس احاول افلسف الامور شوية واقول ان ربنا مقدر ليا كل شيء انا بمر بيه، واحاول اهون على نفسي، لان عادة محدش هيخاف على نفسك اكتر منك، ويعرف ان مسؤولياتك كلها محتاجاك. وعيب قوي لما انا يبقى زعلي ونكدي على اشياء يعني نقول عليها هامشية اقدر اتغاضى عنها. ربنا يسعد الجميع. اهتم بالتغذية وبالنوم، ودايما احيانا نقول ان المدخنين اخلاقهم ضيقة فعلا، لان العناصر كتير جدا اللي موجودة في الجسم بتقلل الصحة وبتزيد القلق والتوتر والخوف الدائم. يبقى انا احاول الجأ لهواء نقي، شرب مية، وشرب الحاجات الصحية، وأقلل الكافيينات اللي بتساعد على خروج المية. ودايما يا رب كده في صحة وسعادة. ودايما نعرف كمان ان الشوكولاتة للسيدات بتدي هدوء نسبي، الشوكولاتة الدارك. ورائع جدا ان انا يبقى غذائي صحي واتعالج باكلي قبل ما اتعالج بالكيماويات والادوية. صباحكم سعيد. سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة. أهلا بيكم. عند الغضب لا قدر الله تركيب الهرموني للإنسان بيختلف، هرمونات السعادة تقل، هرمون الغضب ومعدله في الدم يزيد، الدوبامين والأدرينالين